السلام عليكم، شلونكم؟ اليوم راح نسوي فطائر. أول شي نبدي بالعجين، ملعقة أكل خمرة وملعقة أكل شكر وكوب حليب دافي. وبعدين نخلط المكونات زين إلى أن تذوب كلها ونغطيها، نتركها على جنب إلى أن تتفاعل الخمرة. هنا ورا ما تفاعلت عاد أخلي الطحين. عندي 3 أكواب طحين منخول ناخلته قبل ما أخليه، وعندي ملعقتين أكل لبن أو زبادي، وعندي 50 غرام زبد نباتي، وملعقة وسط ملح. أخلط المكونات زين، ويا ريت الزبد يكون بدرجة حرارة المكان على مود يسهل عملية العجن. هنا نجانسها كلها ونبدي نعجن هالشكل. بعدين شفت انه العجينة تحتاج لها حليب، خليت ربع كوب حليب ايضا دافي، ربع كوب حليب، واعجن. وهسه هم بعد يراد لها طحين، فخليت لها ربع كوب طحين، فصار عندي 3 أكواب وربع طحين بكوب وربع حليب. هاي الكمية اللي خليت لها للطحين. طبعا هو حسب نوع الطحين، يعني هو يختلف حسب الماركات والأسماء الموجودة. خليت زيت وخليت بيها العجين على مود أتركها تختمر. يعني أكو طحين يحب المي أو يحب السوائل، أكو طحين لا. وهنا أنا أغطيها، الجو عندنا كسر شوية، باردة صارت. عندي للحشو 3 حبايات بطاطا خليت سلقتها، خليها على النار. وبعدين ورا سلق أشوفها بهالشكل، هاي معناتها استوت خلاص. أصفيها من المي وأبدي أعجنها بهاي الطريقة. وبعدين أخلي ملعقة أكل ثوم وملعقة أكل بصل وشوية فلفل أسود. وعندي جبن الموزاريلا، عندي هذا ذايب هم عجنته وياه. وما ننسى الملح، نخلي ملح وياه. الحشوة اللي راح استخدمها جبن موزاريلا مبروش، والعجينة البطاطا اللي سويتها قبل شوية، وعندي ذرة، وعندي الكاتشب، وعندي صوصج مقطع هو جاهز، أو انتو تقطعوه ما يضر. هنا العجينة ما شاء الله اختمرت، فرغها من الهواء وأبدي أشكلها على شكل دوائر. بهاي الطريقة راح تسهل عليكم انه الأحجام تقريبا تكون متساوية. إذا تريدون تسووها على شكل دوائر، فهاي الأحجام راح تصير تقريبا متساوية لكم وسهلة. عندي دبس هنا ملعقتين أكل، خففتها بالمي وسمسم وياها على مود نغمس بيها الفطائر. وممكن تستخدمون النسكافيه أيضا تخففوه بالمي بدل الدبس إذا ما عندكم كبديل. هنا نفتح الفطائر بهاي الطريقة. سويت لكم كم نموذج مختلفات يعني كأفكار. هذا النوع من الفطائر سهل وبسيط وممكن أي واحد يسويه. هنا هاي النوعية الأولى، هنا تسدوه زين على مود لا ينفتح أثناء الشوي بالفرن. دائما اتأكدوا من الأطراف إنها مسدودة. نغمسه بالدبس والسمسم هالشكل بهاي الطريقة ونخليها. فإنه سهل إنه واحد يسوي هاي الفطائر، وحلو وقابلة للتفريز، تفرزوها ممكن تجون ورا يومين 3 أسبوع حتى شهر هي باقية بالفريزر ما عليها شي. ومثل ما قلت لكم هي سهلة وسريعة وما تاخذ وقت هواية. وهاي الفطائر تنفع إلى مشروع من هاي المشاريع الصغيرة، ممكن واحد إنه يستثمرها هو بالبيت، يسوي هاي الفطائر، أنواع من الفطائر تفيده، يستفاد من عنده. بالإضافة أنه هي تتفرز بالفريزر
أو البراد أو الثلاجة فترة طويلة، يعني ما عليه شي. ومكوناته موجودة بكل بيت ومتوفرة وبسيطة وما تكلف هواية. هنا إذا حابين إنه تغمزوها كلها بالسمسم أو بس وجه واحد، فهو حسب الرغبة واللي يعجبكم. هنا بعد ما كملت وجبة أمسح الوجه بصفار البيض، فقط صفار البيض بدون البياض، هالشكل بهاي الطريقة. هنا خليت حبة سودا أو حبة البركة على الوجه، والفرن لازم يكون معلوق قبل ربع ساعة قبل ما ندخلها للفرن على النار الجوانية، ومن تستوين نعلق النار الفوقانية. هذا شكلها النهائي بعد ما استوت الفطائر. وهاي كانت وصفتنا لهذا اليوم. هنا أنا عبيتها بهاي الصحون على مود أخليها بالفريزر. هاي كانت وصفتنا اليوم، وسلامكم العافية. باي باي.